العقد هذايا المبلغ نتاعو 80.16 مليون اورو، والعقد هذا هو ماشي باش يمول البنية التحتية بالنسبة للطرقات المصنفة في 7 ولايات. القرض هذا يدل على الثقة اللي تحظى بها تونس عند شركائها الماليين الدوليين. مهم التذكير أنه تونس هي عضو مؤسس للبنك الإفريقي للتنمية. مهم أنه نذكروا اللي تونس أول قرض خذته من البنك الإفريقي للتنمية كان عام 1968. مهم زاد أن نقولوا اللي من الوقت هذاك اليوم المبلغ الجملي اللي تحصلنا عليه من البنك الإفريقي للتنمية تقريبا 9.5 مليار دولار، والمبلغ هذا يدل على ثقة كبيرة من البنك الإفريقي للتنمية كيما من البنك العالمي، كيما من البنك الأوروبي للاستثمار، كيما من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في قدرة تونس على الإفاء بتعهداتها، وفي قدرة تونس على إنجاز مشاريع تمشي لصالح التنمية. واحنا اليوم هذا هو هدفنا في الحكومة التونسية، أنه أغلب القروض اللي ياخذوها تكون موجهة لمشاريع تنموية. قرض كما القرض اللي وقعنا عليه اليوم ماشي باش يسهل باش يحسن في البنية التحتية للطرقات، وتعرفوا قيمة البنية التحتية للطرقات في النمو الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة. وشكرا وإن شاء الله بالتوفيق.